تعال اقول لك ازاي تقدر تشتغل بارت تايم عن طريق كلود وتدخل منها فلوس. ناس كتير كانت بتجرب الحلول دي وانا بدات اشتغل عليها. تفتح جوجل مابس وتدور على المطاعم القريبه منك او المحلات او اي حد بيقدم خدمه وتشوف اكتر مطعم واخد ريت. مش هتبص على الريت العالي، لا، هتختار الريت القليل وتاخد معاه شويه من الريت العالي وتاخد الحاجات دي كلها كوبي، وبعد كده هتروح بيها لكلود كود. بتحط كل البيانات دي لكلود كود، وكمان بتاخد البرومت اللي هقولك عليه في الكومنتس، وبيبدا كلود كود بيشتغل خطوه بخطوه على الريفيوز السلبيه والايجابيه، وبيعرف كل بيانات الموقع، وكمان بيديك تحسينات وافكار، ويقول لك ايه اللي بيحبه العملاء وايه اللي بالنسبه لهم مش كويس، وايه افضل اكلات، وايه احسن اختيار، وايه اقل اختيار، وايه شكاويهم. ده مش بس بيفيدك، ده بيفيد كل حاجه في البيزنس بتاعك. تكلفه انك تجيب عميل جديد اكتر بكتير بانك ترجع عميل كان عندك اوريدي. فالحل انك بتعمل له لاندايه شكلها حلو وتبدا تطلع له حملات بسيطه عشان تقدر ترجعه وتقول له خد بالك انا عارف مشاكلك وقدرت احل لك المشاكل اللي بتقابلك عشان تيجي تاني. بعد ما كلود كود بيخلص بتقول له بناء على الافكار اللي انت شفتها دي كلها وطلعتها اعمل لي برومت لويب سايت لاندنج بيج او ويب سايت بيلدر. بتاخد البرومت دي وتروح على اي ويب سايت بيلدر وتديها له. انا مثلا جبت ويب سايت بيلدر عندك اهو وبدات اديله البرومت ده وطلع لي اجمد ويب سايت تقدر تشوف في حياتك، في كل حاجه عن الموقع بنفس الالوان بتاعته، بنفس الريفيوز، بلغه الكتابه اللي بيفضلها اهل المدينه، بالطعم، بالاجواء، بالخدمه، بالتحسينات، بكل حاجه اجمد مبرمج مش هيقدر يعملها. وبس كده. لو عايز تعرف الطريقه اللي بتدخل بيها فلوس من البيت اكتب لي جوجل مابس وهبعت لك الطريقه كامله.